السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الخير كله، هنعمل سمنة بلدي من وش اللبن اللي بنجمعه. طبعا انا بجمع وش اللبن دايما، يعني بتيجي في بداية الشتاء كده وبجمعه لان بكون خلاص عملت اللي قبله اساسا. فانا معايا هنا وش لبن مجمعاه، جمعته في الفريزر في علب كده هتشوفي دلوقتي، وبسيحه قبل رمضان بشهر ولا حاجة عشان ينفعني في رمضان. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنبتدي كده بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا هنا وش اللبن، انا كنت مجمعاه زي ما بقولك، انا بجمعه من الشتاء للشتاء وبعمله قبل رمضان. انا معايا هنا زي 4 كيلو مثلا من وش اللبن، او ممكن 3 كيلو وشوية، بس هم 4 كيلو. كنت مجمعة في العلب دي كده، وكمان في كيسين اللي هم الصغيرين دول. شوية كده، ما كانش عندي علب يعني فجمعت في الاكياس دي. جبت حلة هنا بقى كده، هفضي فيها الكيس الاولاني، كان فيه حبة صغيرين، وده الكيس التاني كمان. واي حاجة متعلقة في الكيس يعني بنزلها طبعا بمعلقة. تمام كده. وبعد كده هفضي بقى العلب دي، اول علبة. العلبة دي زي نص كيلو او ما يقرب من النص كيلو، بفضيها كويس كده. ومعايا كمان تاني علبة، عايزة تخليه لحد ما يفك خالص قبل ما تحطيه على النار براحتك. عايزة تعمليه الاول كور، انا بحطه على النار على طول، ما عنديش عجان ممكن تعمليه بالمضرب، بس بصراحة هيهلك المضرب، لازم تريحيه شوية. انا بحطه على طول، هو العيب الوحيد في ان انا بحطه على طول بياخد وقت اطول على النار. يعني بدل ما بتاخد مثلا ساعتين او ساعة ونص، لا هي قعدت معايا 4 ساعات او ممكن 4 ساعات ونص كمان. بس انا عندي ما اقعدش اجهد نفسي بصراحة، او اجهد المضرب بتاعي واحطه اسيبه على النار، مش مشكلة وقت. بس على نار هادية تستوي على مهلها لحد ما تفصل وتطلع لي اللون الذهبي الجميل بتاع السمنة البلدي. طبعا دي سمنة بلدي بيور، حاجة يعني على ايدك ضمناها، ولا مخلوطة ولا فيها دهن ولا الكلام ده كله. الكلام ده كله اصلا مش صحيح. ان تحطي دهن يعني بتاع اللحمة في السمنة، لا انت كده مش بتعملي سمنة بيور، لا بتبقى مخلوطة، تعتبر مخلوطة زي اللي جاية من بره. فاحنا عايزين حاجة تكون نقية، معمولة كده على ايديكي ونضيفة، فمش هنحط فيها دهن ولا اي حاجة. انا كده حطيت ال4 علب والكيسين الصغيرين ورفعتها على النار. اول حاجة كنت عاملة النار فوق المتوسطة كده لحد ما تسيح، بس تبدأ تسيح. وبعد كده هدي النار خالص، شمعة كأنك بتعملي الرز، يعني بترددي الرز في الاخر. اول ما ساحت معايا شوية انا هديت النار اهو، اللون الازرق بتاع النار ما بقاش باين، بتبدأ بقى تسيح معايا كده. بستنى عليها وبطول بالي عليها خالص. انا مره لما جيت اعملها بالطريقه دي كده، والله العظيم قعدت معايا 6 ساعات، بس مش مشكله برضو، احسن من ان انا اجهد نفسي واقعد اعملها بايديا او اجهد المضرب. انا لو عندي عجان طبعا هعملها بالعجان على طول، لان العجان بينجز وكمان بيطلع نتيجه كويسه، بيفصل الميه بسرعه. اهي بدات كده تسيح. المهم ايدك تبقى فيها طول الوقت، يعني كل ربع ساعه تقومي تقلبيها كده بمعلقه، وبسيبها وارجع تاني اقلبها برضو. وبرضو كل شوية ابص عليها كده، اول ما تبدأ الاقيها طلعت بقى اللي هو الشكل الغليان ده، بهدي النار اكتر واكتر، اللي هي بقى ايه، الشمعة فعلا اللي بتبقى هادية خالص، تستوي بقى على راحتها. وزي ما قلتلك ايدك برضو لازم تكون فيها طول الوقت. هنا بقى شايفة خلاص بدأت تطلع السمنة، وهينزل بقى الوش اللي هو المية، يعني المفروض هتبقى مرتة في الآخر، المرتة اللي بيسموها عجوزة. أنا هنا أهي بدأت تتكتل اهي خلاص المرتة، وتبدأ بقى هتاخد اللون الذهبي اللي هي بتاخده. طبعا بره بيعملوها اللون اللي هو البني الفاتح، هي طلعت في الآخر كده وهتشوفيها في آخر الفيديو في الحلة اهي. خلاص السمنة فصلت،
السمنة فصلت كده خلاص. دي كان بعد 3 ساعات بالظبط. اللون الابيض اللي انت شايفاه ده بقى كل ده هيتحول برضو لسمنة، مش هيفضل باللون ده. والمرتة تحت اهي في قاع الحلة. هقرب لك دلوقتي هتشوفي بقى الدهب الجميل ده. انا مسميه السمنة البلدي الدهب الاصلي، يعني حاجة بتبقى جميلة جدا بصراحة. انا بعد ساعة، يعني هنا كانت اخدت 3 ساعات وبعد كده سبتها ساعة برضو، يعني اخدت 4 ساعات. اخدت 4 ساعات ليه بقى؟ عشان زي ما قلنا انا ما ضربتهاش وما فصلتهاش في الاول. هتضربيها وتفصليها بالعجان طبعا مش هتاخد 4 ساعات، هتاخد ساعتين على النار او ممكن ساعة ونص كمان. بس انا بصراحة زي ما قلت في اول الفيديو ما بحبش اهلك نفسي وبعملها. صفيتها بقى كده في حلة تانية. شوفي اللي بقى معايا. وهفضي بقى في البرطمانات كده. البرطمان طبعا انا غسلاه ومعقماه، برطمان ازاز. ده اول برطمان، ده كيلو، يمكن كيلو حاجة كمان، يعني كيلو و100 جرام او كيلو 200 جرام، لان ده برطمان كبير مش صغير. برطمان العسل اللي هو بقى كيلو بس مبقاش مليان عسل على اخره، فهو انا مليان اخره فاخد كيلو وشوية. كيلو وشوية سمنة بلدي ما شاء الله اللهم بارك. كانت ريحتها قلب الشقة وجميلة جدا. ودول فضيتهم في البرطمان ده اخد نصه. تمام. ولسه هكمله برضو. هكمله ازاي بقى هتعرفي دلوقتي. انا بقى معايا في الحله شويه كده اللي هو مش راضيين ينزلوا، كل لما اجي انزلهم ينزلوا برضو في المصفى، يعني بيعدوا كمان من المصفى، فهضطر ان انا اعيد عليهم النار تاني لان لسه فيهم سمنه اهي. يزودوا البرطمان اساسا، يعني يزودوا كمان البرطمان يجي نص كيلو او زياده عن نص كيلو كمان، لان البرطمان ده اكبر كمان وازيد من الكيلو، يعني ممكن يكون كيلو و400 جرام. انا بقى رفعتها على النار تاني، سبتها ساعة لحد ما طلعت الخلاصة برضو بتاعت السمنة اهو، صفتها وكملت البرطمان زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله 2 كيلو وزيادة سمنة، مش 2 كيلو بس من ال4 كيلو وش لبن، 2 كيلو وزيادة، ممكن 2 كيلو 300 او 400 جرام. حاجة بصراحة بيور، يعني نقية على ايدك، مش محطوط لها مصنعات، جميلة جدا. جربيها بالطريقة دي. عايزة تفصليها بالعجان افصليها في الاول مفيش اي مانع، مش هتاخد وقت كتير على النار. ما عندكيش عجان ولا مضرب اعمليها زي ما بقولك، بس طولي بالك عليها حتى لو هتوصل لكام ساعة مش مشكلة. وده الشكل النهائي. ده لما انا عبيت نص البرطمان. ودلوقتي هجيبهولك برضو بعد ما اتعبى والسمنة جمدت كمان بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده كده. لو وصلت لحد هنا بقى وعجبك الفيديو ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.